عملناها بالطريقة الصح ودخلناها في حياتنا. فالنهاردة هنتكلم على البطاطا الحلوة، سويت بوتيتو، والبطاطا الحلوة. البطاطا احنا في مصر بنقول عليها بطاطا بس. اوكي، دي ما كانش ينفع احطها مع البطاطس، يعني لازم ليها حلقة لوحدها. هي مفيدة في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، بس لطريقة اكلها عشان اخد الفايدة كاملة هنقول على طريقتين ليها. اوكي، اول حاجه من فوائدها، نحكي على فوائدها ان هي بتقي من السرطان. يعني معظم انواع السرطان وسرطان القولون هي بتقي منه، من الحاجات الكويسه قوي اللي دخلها في طعامي. اوكي، دي جيده للعينين، للنظر، لصحه العيون، من الحاجات الرائعه قوي. فيري جود للميموري، والناس اللي عندها مشاكل في الذاكره وعندها اللي هي الفاجي برين، يعني دماغها مشوشه، ما بتركزش، من الحاجات الحلوه قوي. عصير البطاطا اللي هنقوله دلوقتي او البطاطا اللي هناكلها بالطريقه الصحيه، للجلد، للبشره، لجمال البشره، لصحه القولون. قلنا قبل كده الناس اللي عندها مشاكل في القولون هتساعدها كتير قوي. الناس اللي عندها مشاكل في الهضم حلو قوي ان انا اخدها بين الوجبات. اوكي، طبعا اراعي لو الناس مرضى السكر يراعوا، لانها في يعني برضو الجلايسيميك اند بتاعها شويه عالي. فاراعي لو انا هاخدها عصير او هاكلها. اوكي، فيها بقى فيتامين ايه، البيتا كاروتين اللي بيتحول لفيتامين ايه. انا عشان استفيد منه ويتحول لي الفيتامين ايه في جسمي، بيتا كاروتين اللي موجود فيها، لو انا جبت النوع الاورنج. طبعا في الاف الانواع، الاف يعني مش مئات انواع من البطاطس والبطاطا في العالم كله، بتزرع في العالم كله، في المناخ البارد بتتزرع، الحار، الاستوائي، في كل حته. شوفوا الحاجات اللي بتتزرع افري وير دي لك هي فعلا غذاء. اوكي، وما تسمعوش بقى ان الاكل ده لا ده فيه مشاكل نو، مفيش اكل ربنا خلقه فيه مشاكل، unless ان انا عندي مشكله منه، يعني بيعمل لي مشكله، عندي تحسس منه، عندي اي مشكله يبقى انا ده مش تبعي. فيما عدا ذلك كل نعم ربنا رائعه جدا. اوكي، خلينا نرجع للبطاطا الحلوه. انا عشان استفيد بقى منها اخد معاها ماده دهنيه. يعني انا مثلا لو عملت العصير ممكن اضيف عليه قليل من زيت الكوكونات، او اخد معلقه زيت كوكونات، او زيت الزيتون الحلو الاكسترا فيرجن. اوكي، ممكن اخد معاها معلقه من البينات باتر مثلا، الالموند اللي هي زبده فول السوداني، زبده اللوز. كل الحاجات دي حاجه بسيطه منها. انا محتاجه ماده دهنيه عشان خاطر تحويل البيتا كاروتين يتحول لفيتامين ايه واستفيد منه. فدي من الحاجات المهمة قوي اللي نراعيها. اوكي، انا ممكن بقى طبخها زي طبخ البطاطس وكل الحاجات اللي هي في المية، افضل حاجة. انا مش عايزة اعرضها لحرارة عالية عشان استفيد منها ما يكونش فيها اضرار. فانا لو سلقتها في كمية مية معقولة مش كتيرة قوي، بحيث ان المية يعني تجف تماما لما تستوي، بيطلع طعمها حلو جدا ومقبول قوي قوي قوي. يعني انا بالنسبة لي طعمها بحسه احسن من المشوية. اوكي، انا نفس الكلام بعمله مع البطاطس، اسلقها واشتغل بيها عادي، بعد كده اعمل فيها اللي انا عاوزاه. فالسلق في الميه هو افضل حاجه لكل الحاجات اللي فيها كربوهيدرات عاليه. ماشي، خلينا بقى نعمل العصير ده ونشوف ممكن نضيف عليه ايه عشان استفيد منه. انا جبت البطاطا وقطعتها، يستحسن ان انا مثلا انقعها في شويه ميه كده. انا حطيتها في ميه حوالي نص ساعه عشان يبقى عصرها اسهل واستفيد منها، مع نقطه من الليمون. اوكي، ممكن احط عليها كمان ايه، ممكن احط عليها قطعه من الافوكادو عشان استفيد من كل حاجه فيها. ممكن احط عليها قطعه، احنا اتكلمنا كتير عن الفجل، من الحاجات الحلوه قوي مضاده للسرطان. لو حطيت قطعه من الفجل فوائده كتيره للكبد وكل حاجه، دي حلقه لوحده احنا عملناها. قطعه من الفجل ممكن احطها فيها، ممكن احط قطعه من الجزر كمان فيها زي ما قلنا، ممكن افوكادو لو عندي. ممكن احط معاها الشمندر، قطعه من الشمندر، هاخد عصير رائع جدا جدا جدا، يعمل لي كلينس لكل جسمي، مضاد للسرطان، فيه مضادات الاكسده عاليه جدا، وكل حاجه رو خام لا تعرضت لحراره، بلس الفيتامينز اللي فيه، المعادن. هو فيها كوبر كمان اللي هو النحاس اللي حكينا عنه قبل كده، لصحة البشرة وصحة الشعر. كوبر بيدخل في تقريبا في كل التفاعلات الكيماوية اللي في جسمنا ونيدت. فيها السيلينيوم لو هي نوعية حلوة طبعا واورجانيك، ولازم تكون في السيزون بتاعها. يعني هو في حاجات شروط كتير قوي، بس دايما يعني انا برجع لايه المتوفر، وفي الموسم بتاعها ان شاء الله تبقى حلوه. قدرت اجيب الاورجانيك الحمد لله، ما قدرتش اجيبها اللي موجود هيبقى حلو ان شاء الله. بغسلها فيري جود، كل الحاجات اللي هي جذور لازم اغسلها حلو، اغسلها بالكربوناتو عشان اتاكد من نظافتها. اوكي، خلينا نعصرها ونشوف هنضيف عليها ايه.
زي ما قلنا ممكن اعصرها مع كل انواع الجذور، قطعة من البنجر، شوية من الجزر، شوية من الفجل طبعا. وكل حاجة بعصرها بضيف عليها شوية من الليمون، عصير الليمون، لان ده بيزود لي مضادات الاكسدة اللي عندي. ممكن اضيف عليها بقى قليل من المورينجا. شوفوا انا كده بزود المعادن وبزود الفيتامينات وكل حاجة. ده بقى العصير الرو اللي هو الحاجات النية اللي فيها كل اللي انا محتاجاه. طعمها بيكون حلو قوي، مقبولة. طبعا انوع، مش هاخد عصير طول حياتي، هاخد مرة عصاير، مرة اعملها مسلوقة. ده بينطبق على كل حاجة، حتى الاوراق، السبانخ، كل الحاجات، السلق، كل ده ممكن اعمله عصير مرات، وممكن اطبخه سوتيه كده. اوكي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.